ايه اللي بيخلي الانسان عايز يحكي؟ انا عايز اقول الموضوع ده مره واحده لان مفيش مونتاج خالص. ايه اللي بيخلي الانسان عنده حته ان انا عايز احكي؟ عشان انا من وجهه نظري ده وده من نتائج تفكيري بسبب انه عنده مشاعر زايده عايز يفضيها، عايز يحكي، سواء فرح جامد او حزن جامد او غضب جامد. فتلاقي اكتر الناس اللي بتحكي هتلاقيهم اشخاص عاطفيه، فعشان كده بتحكي، عايزه تفضي المشاعر اللي جوه. بس لو في حدث حصل وانت مطمن جوه، ما فرحتش قوي او ما زعلتش قوي او ما غضبتش قوي، مش هيبقى فيه هدف ان انت تحكي، او مش هيبقى فيه دافع ان انت تحكي في الموضوع ده خالص. انما لو شخص عاطفي وكتم جواه، بشوف دي انا من وجهة نظري دي من اصعب الامور. بلاقي الموضوع ده حرفيا أوف. لو كتم امر جواه يعني ما فرغوش، حتى لو فرغوا على ورق، الموضوع ده صعب. وعلى النقيض الشخصيات اللي هي الهاديه اللي انا بغبطها دايما وبلاقيها دايما مبدعه، لان ما فيش انفعالات، ودايما بيعمل عقله. وممكن برضو انك تعمل كده لو وعيت على نفسك ووعيت على دوافعك النفسيه. اكتر ناس عادي ممكن ما يحكيش، ممكن تلاقيه ساكت على طول، لان هو اصلا مش واخد الامور بدوافع نفسيه اكتر، هو واخدها بدوافع عقليه، هو بيقدم العقل بس. قلناها كلها الحمد لله بدون اي مونتاج. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.